السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما وهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. نبدأ درس النهاردة، الدرس الثالث في كورس تعلم تفسير الأحلام، وعنوان درس النهاردة هو التعبير بدلالة الأمثال الشعبية ولغة العرب. للأمثال الشعبية أهمية كبيرة في تعبير المنامات وما ينفعش أبدا نتجاهلها. كمان لغة البلد بتاعت الرائي مهمة جدا في التأويل، واختلاف الثقافات ما ينفعش نغفل عنه. فيلا بينا نعرف ازاي بنفسر من الأمثال الشعبية. فمثلا واحدة حامل شافت في المنام قدرة مقلوبة على وشها، هنقول لها أبشري انت حامل ببنت. عرفنا التفسير ده ازاي؟ التفسير ده جه من المثل المشهور اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. طيب واحد حلم ان بيته من ازاز وان في ناس زعلانة منه، هنقول له نصيحة لله ما ترميش الناس بالباطل، وانه يهتم كمان بأهل بيته لانهم مسؤولين منه، استنادا للمثل اللي بيقول اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. كمان دلق القهوة مش خير في المنام أبدا، استنادا للمثل اللي بيقول دلقوا القهوة من عماهم وقالوا الخير جاهم. طبعا زي كل مرة مش حابة أطول عليكم في الفيديو، لكن حابة قوي إنكم تتعلموا تعبير، تتعلموا تفسير صح. فأنا تحت أمركم في أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا في الكومنتات، إن شاء الله هرد عليكم كلكم. الفترة اللي جاية إن شاء الله هنهتم قوي بالتدريبات أكتر عشان تكونوا أشطر مفسرين. وما تنسوش قبل أي حاجة تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان